عسلامة عسلامة، مرحبا بكم بعد مديدة غياب في كوجينتكم لمسات لينوشا. اليوم عملت خبز، دونك خبز طري برشا، بنين برشا، فاوح بالسينوج. حبيت نبارتاجيه معاكم وحبيت نشارك معاكم الروسيت هذه. دونك نبداو في الوصفة طول. دونك بديت عملت 200 غرام سميد. هو نورمالمون بالسميد الرطب يجي خير، اما انا عندي سميد متوسط استعملته. انا بالنسبة للوصفة هذه معناها استعملتها مكيلت بالصحفة اللي قاعدين تراو فيها، الصحفة متاع الشربة هذيك. انا تهزلي 200 غرام. دونك عملت كيلة سميد عليها كيلتين فرينة، ومن بعد دونك في التوتال جتني معناها 600 غرام بين سميد وفرينة. عملت رشة ملح، 3 مغرفات زيت زيتونة. زيت زيتونة هذيك يعطيها دراوة وهشاشة. الملح تحاولوا ما تكثروش باش تبدا معناها باش تبدا البات معناها ما تجيش مالحة برشا. حاولوا تعملوا ملحها مضبوط. زدت باكو خميرة متاع حلو متاع خميرة متاع خبز، وانا نحبها في وسطها نحب في وسطها سينوج. دونك ديكو حطيت مغرفة كبيرة سينوج. تنجموا ما تعملوش كيما تنجموا تعوضوه بالبسبيس، تحطوا فيها اللي تحبوا نتوما. قد ما تزيدوا فيها معناها هكا الفحات قد ما تجي فيها خير. باش الخميرة متاعنا تطلع بالقدا، حطيت معها مغرفة، ما كثرتش معناها، حطيت مغرفة سكر. وهوني عندي حليب دافي. دونك دفيته، حطيت شوية فوق الخميرة، خليتها تخمر شوية، ومن بعدها بديت نخدم فيها. بالنسبة للخبز هذايا، تنجموا تخدموه بالحليب كيما تنجموا تعوضوا الحليب بكعبة ياغورت ناتور، وإلا تنجموا تعملوها بالكريم فريش. تنجموا زيدا تخلطوا حليب وماء، كل حد كيفاش يحب يعمل. اما راهي الحليب معناها والا لي برودوي ليتي يعطيوها هكا هشاشه وطراوه وتجيكم بنينه وطريه، وقد ما تقعد معاكم تقعد ديما طريه. دونك انا بالنسبه لي انا خدمتها، لميتها بالكدا بالحليب، عجنتها بحكايه 5 دقائق هكاكا. ومن بعد لفيتها بالزيت وغطيتها وخليتها ترتاح سويعة من زمان. هوني بعد سويعة من زمان ضعف الحجم متاعها، دونك نحو منها نطيحوا منها الهواء ونقسموها دونك الكريات صغار. نحاولوا انه الكريات متاعنا يكونوا قد بعضهم. انا هوني عملوا لي خمسة خبزات. دونك نحط الخبزات متاعي على شيرة هذوكم اللي الكعب اللي حضرتهم، ونجبد القلقال ونحليها. دونك ما نحلهاش ريفة برشا وما نحلهاش زيادة خشينة برشا. الكعبة اللي تحضر نحطها اكوتي. دونك كيما قاعدين تراو نحبوها في الخشن هذا، ما نحبوهاش خشينة برشا. حضرت لها هوني ان بلاتو، حطيت عليه هذيك عندي متاع هذيك متاع نطيبوا عليها الجاتو كوا. حطيت فوقها الخبز ونغطيها منديله انتر طون، ونحضر كمان نحضر هكاكا. دونك كملت الخبزات نتاعي. دونك كمل نحضر خبزاتي ونرجع لكم. دونك هذوما خبيزاتي 4 خبيزات اللي حضرتهم، حطيتهم في البلاتو هذا. والخبزه اللي ما زالت دونك حليتها وحدها وحطيتها في بلاتو وحدها كيما قاعدين تراو.
توا قبل ما نخلي الخبز نتاعي يخمر دونك نعمل له هكايا خطوط خطوط نزين بيه وكما قاعدين تراو هكا نعملهم على الخبزات الكل ومن بعد نغطيهم ونخليه يعاود يخمر حكاية 30 دقيقة بونتي والطقس كان طقس سخون برشا ربع ساعة 4 درجة سي سينون ça peut aller jusqu'à 1 heure. هوني بعد ما حضر خمر الخبز متاعي كيما قاعدين تراو ضاعف الحجم متاعو خذيت اصفر متاع عظمه زدت شويه حليب ودهنت الخبزات متاعي من فوق بالاصفر العظم والحليب حضرت انتر الخبز الفور متاعي خليت الفور يسخن ماذا بينا على درجة حرارة 180 حتى 200 درجة. هوني زينت أنا بشوية سينوج تنجموا تزيدوا كالعادة شوية بسبيس كيما تنجموا تخليهم كيما هما وحطيتهم في الفور تقعد من 30 حتى 40 دقيقة باش يحضروا. هذه الخبزة الأخرانية عملت لها نفس الحكاية حطيتهم الكل مع بعضهم دونك ما قعدتش نستنى حتى لين طاب البلاتو الأولاني. هوني خرجت الخبيزات متاعي كيما قاعدين تراو خبز طري ما شاء الله جي طايب في حقه. أنا نشجعكم تجربوه بنين وخفيف سورتو الحليب يخليه طري وبنين على الآخر. وهذوما خبيزاتنا حضروا نودكم ومنشاهيكم تنجموا تطيبوهم مع أي بلات تحبوا تحضروه معناه يتكل بالخبز برقة مقلي اللي تحبوا انتوما حاجة بنينة حاجة من روح للروح. إن شاء الله تجربوها وتخليوا لي تعليقاتكم. نتمنى لكم نهار سعيد و à très bientôt. بسلامة.